أنا أستطيع أن أقول لكم الآن ناخذوا ورقة وقلم ونبدا نقول لكم الإيجابيات اللي عملوها. ما غاديش نوصل لآدم الفجر وما نكملوش الإيجابيات ديال العدالة والتنمية. إذا كانت العدالة والتنمية وهي كذلك سببا من أسباب الاستقرار في هذه البلاد، فيكفي العدالة والتنمية أن تقضي 5 سنوات في هذه الحكومة دون أن تفعل شيئا، يكفيها أنها كانت عاملا من عوامل الاستقرار لتكون قد حققت لهذه البلاد ما لم يحققه غيره. القضية أن الحزب يحارب بالمعنى السياسي خصومه في ساحة القيم، وهذه محاربة الفساد والريع وهذا إذا كلها دخلها فاش في القيم. هذه الأمة تشكو من أزمة قيم، والقيم معلومة كلنا نعلمها، الحلال بين الحرام بين. إن هذا الحزب فيه رجال أعرفهم وأحبهم، بل منهم عدد من الأصدقاء ومن الإخوة في الله، ويجمعنا بهم قيم من هذا الدين. أنا لست في العدالة والتنمية لا لأنني أكبر منهم، ولكن الله يقول لكم صادقا أرى نفسي أحقر من أقل الناس فيه. أنا أصارحكم قول لم أذهب للانتخاب في أي يوم من حياتي وأنا أتجاوز 63 العدالة والتنمية.